أكتر نوع بنقدر نزين فيه الحلويات حتى يعطينا شكل ولون حلو هو زهر الليمون، وبما إنه ببعض البلاد منه متوفر زهر الليمون هعلمكن اليوم كيف نسوي بديل لإله. حطيت كباية سكر و3/4 كباية من المي وأحطهم على النار حتى يدوب السكر من دون ما أحركن. بهيدا الوقت يكون عندي تقريبا 3 حبات من الجزر، وعندي هيدي البراشة اللي هنستخدم الفتحات اللي بتكون عريضة. عندي 3 حبات من الجزر هأبرشهم بهيدي الطريقة لأحصل على كوبين من الجزر المبروش. وهيك بنبرش الجزر بدنا اياه متل ما قلتلكن بهيدا الشكل وهيدي السماكة. هلّأ بنعمل كل الكمية، أكيد فيكن تكتروا الكمية قد ما بدكن بتدوبلوا المقادير. بنرجع للقطر ضفت عليهم هون عصير نص حامضة ليمونة حامضة، وهضيف عليهم كوبين من الجزر المبروش، وبدي حركهم من وقت للتاني. هوطّي النار وأخليهم على النار يغلوا مع بعض حتى يتقل عندي القطر ويتشرب الجزر كل القطر الموجود. هتاخد تقريبا معكن تلت ساعة لنص ساعة حسب الكمية اللي عندكن. أكيد نحن الكمية قليلة مح تاخد وقت كتير، فمتل ما منلاحظ بعد تلت ساعة بلش القطر يخف عندي. هلأ هضيف عليهم نقطتين 3 من الملون الطعام. أكيد إذا ما عندكن هاي الملون فيكن تضيفوا عليهم شمندر بيعطي اللون الأحمر، شمندر ابرشوه وحطوه بيعطيهم كمان لون أحمر، أو فيكن تعصروه وتحطوا ميته. وآخر شي هضيف عليهم ماء الورد، فيكن تضيفوا ماء الورد أو ماء الزهر بيعطي ريحة وطعمة طيبة. وهيك صاروا عنا جاهزين. شوفوا كيف القوام لازم يكون. هأتركن شوي وبرجع بفضيهم بالمرطبين. فإذا هيدا هو بديل زهر الليمون، ممكن نعمله بالبيت وممكن يكون متوفر بالسوق عنا كمان نسويه بالبيت نوفر شوي. مثل ما شفتوا مقاديره كتير سهلة، ما بياخد معكم أكتر من نص ساعة. نقدر نزين فيه كل أنواع الحلويات العربية، بيعطي شكل للصحن كتير حلو وأكيد طعمته طيبة. فهيدي هو فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك واشتراك إذا منكم مشتركين، وبشوفكم بفيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.